4 حاجات بتتسبب في بطء وتهنيج الموبايل بتاعك. تعالوا نفهم الموبايل بتاعنا صح. هبدأ من الآخر للأول. رابعا، تحديث نظام التشغيل أو الأبديت. لازم تفهم إن التحديث أو الأبديت مهم جدا لأي موبايل، لأنه بيعمل حاجتين في غاية الأهمية للموبايل. الحاجة الأولانية بيسموها التوافق، لأن التطبيقات اللي عندك على موبايلك بتطور نفسها كل يوم. ده بيعوز برضو إن نظام التشغيل اللي بيشغلها يكون بيتطور معاها. والحاجة التانية بيسموها الأمان، وهي ببساطة سد الثغرات والأخطاء البرمجية في نظام التشغيل بتاع موبايلك، واللي بتستغلها التطبيقات الخبيثة في إنها تصيب جهازك أو تخترقه. سواء دي أو دي، لازم تعمل الأبديت بتاع الموبايل بشكل دوري أول ما ينزل وفورا. ثالثا، التطبيقات اللي بتشتغل في الخلفية. غالبا كلنا بنقعد نفتح في التطبيقات ونسيبها مفتوحة ونفتح غيرها، وده بيخلي التطبيقات دي تتراكم في ذاكرة الموبايل بتاعك، وده بيستهلكها بشكل كبير. المطلوب من حضرتك تدوس على الأيقونة دي مرة واحدة وتطلع التطبيقات دي لفوق، هتقفل. ثانيا، استخدامك لبعض التطبيقات من النوع اللي بيسمى التاسك كيلر، اللي ظاهرها انها بتسرع الجهاز وتحميه، ولكن للاسف هي بتزود استهلاك الرامه ومش بتسرع اي شيء. فلو عندك اي من التطبيقات دي احذفه فورا. اما اولا، انك مش بتحدث التطبيقات نفسها اللي على موبايلك، وده سبب اساسي للبطء او التهنيج. فحافظ دايما انك تحدث التطبيقات اللي على موبايلك وبشكل دوري.